مساء الخير يا حلوين، يلا بينا عشان نجهز الفطار. امبارح كان عاملين الرز زي ما كنتوا شايفين، الرز مدسوس مع بعضنا. هنجهز بقى هنعمل فطار النهارده بعيش بطاطس وبتنجان وفلفل، وهنشوف هنعمل ايه حالا. يلا على ما نقشر البطاطس ونجهز حاجتنا، ننزل نملى التعليقات بذكر الله والصلاة على رسول الله. كده حبايبي قشرنا البطاطس وخرطناها وبنغسلها ونعلق عليها تتقلي على ما نيجي نكمل البتنجان، وهنشوف هنعمل ايه تاني. كده يا حبايبي دخلنا البطاطس غسلناها وحطيناها تتقلي، على ما تخلص نكون عملنا ايه البتنجان والفلفل، خرطناهم وعملنا لهم دقة. توم متفرز وفلفل الوان برضو كنا مفرزينه، وشطة وفلفل بارد والليمون وملح وكمون. هنعمل الدقة ونجهز البتنجان. بكده خرطنا البتنجان والفلفل اهوت، وعملنا الدقة كمان اهي. عصر بقى عليها الليمون، ونقوم ايه نعملها، نحمر البتنجان ونشوف زي ما البطاطس احمرت نقوم نشيلها ونحط البتنجان ونحمروها الفلفل. عصير ليمون كتير، يعني احنا دول ليمونتين اتنين اهمت، وهقوم احط لهم يجي نص فنجان خل او ربع فنجان خل، احط لهم شويه خل حلوين كده كده عشان في توم، والاكل اللي مقلي مع الخل والليمون ما يخلوش في تعب في البطن ولا حاجه. يلا كده حبايبي البطاطس اتحمرت اهي خلاص، وحطينا البتنجان والفلفل مكان. وده جرجير وسويت، وده خيار احنا مخرطينه بالليل في قلب الميه بتاع المحل، ما تطرش اللي بنجي بنشتريه، خرطت في قلبه خيارتين كده ايه يتخلي بسرعه. ونحط بقى الخل على ما البتنجانات تنقل. ده بقى الرز المدسوس اللي كنا عاملينه، فاكيد مش هنرميه يعني. وبقت الطبيخ مع الاكل فل.